السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا أصحابي؟ إن شاء الله كلكم طيبين وسامحونا على التأخير. أنا والله شغلتنا القراءة والمركز. إيش أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم معي لكم قصة حلوة. هذه القصة بصراحة أنا أولا أقول أنها أثرت بي أنا على النحو الخاص، وإن شاء الله تستفيدوا منها. يا أخواني، جاءت عندي بنت قرأت عليها هي وأبوها وأمها، يعني مرافقين دخلوا. أنا بدأت أتأثر في البيت، لاحظوا هذا الشيء، جاءوا معها. ومصيبة المصيبة عندما تكون في الولد إخواني والله مؤلمة. أحيانا الإنسان يتمنى البلاء لنفسه، يقول خيرا أن يقع فيه أحد من أولادي. هذه طبعا العاطفة الأبوية والأم. فعندما يرى ابنة له أو ابن له يتأثر بالقراءة، والله يشعر بالضعف ويتمنى أشياء كثيرة، لدرجة أن بعضهم يقول يا رب أحول بهذا البلاء لعندي. وهذه مقادير، الحمد لله. إنسان يقول قدر الله ما شاء فعل. الموضوع أننا قرأنا على البنت، يعني كما أخبروني أن الجن تطلع تتكلم عليها وتهدد. وهذه مشكلات كثيرة يا أخوان، أن في البيت يفتحوا نشرة الأخبار مع الجن. هذا خطأ. الجن لا تتكلم معه، حتى وإن صدقك فهو كذوب. قال عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه كذوب. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصفي، يقول هذا صح وهذا خطأ وهذا كذب وهذا صدق. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود. يعني أبي هريرة عندما أتاه الأمر خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبي هريرة ما فعل صاحبك البارحة. المهم مسألة الكلام مع الجن، وإذا استحضر في البيت يا أخوان لا تفتحوا هذا الباب، والله لا تفتحوا هذا الباب. هذا باب خطير. أولا خلاص يترسخ عند الجان أن كل ما ناديته قال حاضر، هذا جن. وثانيا يبدأ بالكذب. والله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه مهمة الشيطان، العداوة والبغضاء. والشيء المهم أنه يورث المريض وسواس بعد فترة. هذه والله هذا أمر يعني عايشناه يا أخوان. مش لا تحسبوا أنه يعني كذا مجرد دردشة معكم، لا. هذه أنا أقولها لكم يعني عن تجربة، شخص أو شخصان أو 10 أو 100، لا، مئات. بعد فترة الذي يستحضر ويتكلم وأنا كذا وهذا كذا وجابوا فلانة ودخلنا علانة، هذا بعد فترة المريض يصير عنده فقدان الثقة بنفسه. يقول أنا ما أدري من اللي يتكلم، أنا ولا خلاص. يعني يدخل في دوامة، أنا أسمع الكلام لكن ما أدري من اللي يتكلم، أنا ولا جني. يكون جني خرج قد روح، يعني قد نساك الجني. لكن المريض يظل بالدوامة بالعصيدة يصيد. وهذا اللي تعبك. المجنون بلا جني، المجنون بجني هذا بسيط، هذا أمره سهل. كتاب الله يطير عفاريت اليمن وغير اليمن. لكن الوسواس هذا مشكلة، هذا مرضك. يصير مجنون بلا جني، خلاص يضل أنا بخرج أنا بدخل ما فيش جني، خلاص قد انتهى الجن. كل ما سمع آية ولا بدأت تقرأ عليه بدأ يتأثر وكذا. هذه عوامل نفسية. احنا مخلوقات ضعيفة. لا تحسب أنك أنت مخلوق قوي. الله سبحانه وتعالى خلق فيك نقاط ضعف. من أهم نقاط الضعف النقاط النفسية، ليست البدنية. قد أحيانا ترى إنسان ما شاء الله مفتول العضلات، لكن أستطيع أني أقعده بالفراش بكلمتين بس، اجزع من جنبه أقول ليش كذا وقاك اليوم، والله يروح يقول لي ما لوقي، والله اليوم وقاك كذا مسود وهو لا في وشي بقى مثل القمر، لكن أعطوا له دي كلمتين بيروح. قد ما يصدقك، لكن بيبدأ الشك يتسلل، يبدأ ينظر لنفسه بالمرآة، وكل ما شعر بشيء يقول يمكن أنا مريض. وأنا بعد فترة هذا الشك يتحول إلى وسواس، والوسواس يتحول إلى يقين. خلاص يصير العقل هذا يصدق. العقل الشيء عندما يدور فيه العقل يصدقه، خلاص يوصل إلى مرحلة العقل أنه يصدق هذا الوسواس. فتكثر نبضات القلب بالتسارع، ويزيد الهلع والشعور بالموت أو بالجنون. انتبهوا، ركزوا على كل كلمة. فيدخل الإنسان بدوامة، كل يوم موت، كل يوم يموت 7 مرات. فالموت إذا جاء يأتي مرة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المهم ندع مسألة الكلام مع الجن، أنت مين وش دخلك وفين السحر وفين، لا خلاص قرأ على المريض وشغلوا المقطع الصوتي أو
بنية أن الله يصرف عنه هذا البلاء. شوف، ركزوا يا إخواني، بنية أن الله يصرف عنه هذا الشر وهذا البلاء. هذا القرآن، يقرأ القرآن بنية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، إذا ظهر لك عدو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مريم عليه السلام عندما رأت جبريل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، وهو ملك لكن مخلوق قريب. فلما رأته استعاذت بالله وأمرته بالانصراف. فكيف شيطان يقول لك أنا مرسل وأنا كذا وأنا حبيتي، ولا مثلا هذا من باب أولى أنك ما تتكلم معه. علمنا عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة: اخرج عدو الله. عبارة: اخرج عدو الله، بسيطة. هذه الكلمة سبحان الله والله وجدت فيها أثر. لما تقول للجان اخرج عدو الله، والله كأنه يضعف بعد فترة، خلاص لا تجد له ذاك النشاط وتلك الثورة بجسد المريض، يضعف يخنص عدو الله. المهم البنت هذه يعني أهلا من اللي كانوا ليش دخلت ومن فلانة وليش فلانة سوت كذا وإيش، هو يقول يجيب له قصص. يوم ما قد كذا وجلست هنا والجماعة يركبوا القصص. أيوة صح. وصارت الفتن وصارت القطيعة، وإذا ما صدقت كما قلنا بيدخلك الشك والوسواس من هذا الإنسان. قد يكون صادق الجن وقد يكون كذا، ليش لا؟ بعضهم يجي يقول كذا، ليش لا؟ المهم يا أحبابي، قرأنا على البنت وقلنا لهم لازم نتخلص من هذه الآفة، إنكم لا تتكلموا مع الجن. خلاص أنا هذا منهجي بالقراءة. قرأنا عليه وطلع وكنت أخرج عدو الله. هذه الجلسة الأولى. قلنا لهم خلاص هذا برنامج مشوا عليه لمدة يومين، بعد يومين تردوها. اسمعوا هذه القصة، والله يا أخوان هذه القصة أثرت علي، أقول لكم أثرت علي أنا الذي لي 30 سنة بالقراءة. لكن والله تأتي بعض الحالات كأنك أول مرة بادئ فيها. عالم يا أخوان، عالم، لا تستهينوا. يكذب اللي يقول أنا يعني في قارئ مسجل فوق بيته عبارة، أما مسجل إنه قاهر الشياطين. الله هذا مسكين، هذا وقع في عبال الشياطين، مسجل قاهر الشياطين. ضحكت لما سمعت. من قاهر الشياطين؟ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما سمى نفسه قاهر الشياطين. هذا مسكين يجي ولبست عليه الجن وصدقته ونحن نخاف منك، نحن ايش وانت وجهك نور. هذه أسلحة إبليس، وانت وجهك نور وقرأتك انت. تلاحظ ان قارئ فلان ما يتأثر لما يقرأ على المريض، هذا لما يقرأ عليه فلان ما يتأثر، لكن لما تقرأ عليه أنت يتأثر. هذا يعطيك إيش؟ أنك أنت قرأتك ما شاء الله، قرأتك أنت مشبعة بالإيمان ومشبعة بالتقوى. ولو أنت مسكين كذب ونصدق أنفسنا على الكذب. الله في بعضهم ما يستاهل أنه يكون راعي غنم، فتح الآن وقارئ يطلب الله. المسألة فيها داخل، لو الإنسان ركز عليها فيها داخل وفيها مصدر نصب اسم القرآن. الله المستعان. نعوذ بالله يعني أن ندخل أجوافنا ريال. وكنا نسأل مشايخ، وكل ما يعني بادرنا بأمر كانوا مشايخ موجودين، الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وكنا نتراسل مع شباب كبار طلبة العلم إلى الآن بعضهم موجودين. بس مشكلة هذه الفتن يا إخواني فرقت فتن المساجد، خلاص اسقطت الكبار، يعني صغار السن هو من يتصدر للمشهد. هذه ليست يعني محل حديثي، لكن أتطرق إلى موضوع القصة. فقرأنا عليها وتأثرت، وقلنا لهم أعطيناهم البرنامج ممنوع حد يتكلم معه. طبعا القصة كلها ما تدور حول الجني ولا شيء، يعني أعطيكم يعني مقدمة. القصة تدور حول بني آدم جاءوني بالجلسة الثانية، لكن ما جاء مع أبوها، جاءت مع أمها، خالها، أخو أمها. خال هذا رجل عامي، يعني رجل بسيط. فدخلوا بدأنا القراءة عليها. كيف الأمور؟ قالوا تمام، ما عاد فيش ظهور كثير إلا وقت القراءة أو وقت الرقية. قلنا لهم عادي، خليكم على هذه الكلمة: اخشى عدو الله، اخشى عدو الله، اخرج عدو الله. قرأنا عليها، بدأت تتأثر الرجل، بدأت عيناه تدمع، قلبه لم يتحمل. كما قلنا يا إخوان، الذي يرى هذا المنظر، خصوصا طريقة تأثر هذه الفتاة، والله يقشعر له البدن، يقشعر له البدن. يعني تسمع صوت الأضراس إلى الغرفة الثانية، صوت الأضراس وهي تقاقع، صوت الأنين ولا الصراخ، لا، الأضراس يعني بشكل مخيف. فكان هذا المنظر مؤثر على هذا الرجل. خاله أول مرة يشوفها هكذا تأثر، دمعت عيناه ثم أغمض عينيه هكذا ولطم الأرض. أنا أقول يا رب اخرجه الآن، اخرجه الآن.
يعني يشترط على الله الآن تخرجوا، مش يا رب يسر ويفرق هذا، يا رب انصرنا، لا يا رب اخرجوا الآن. الرجل انفصل عنا، انفصل من واقعنا عن الجلسة، لا كأنه كان يتكلم مع الله خلاص. يعني حتى لو عندما ناديته هدأ، ما خلاص الرجل مفصول عن الواقع، كأنه الآن هذه بنت أختي أدعوك بما أمام. أنا قلت الرجل يعني بتحمل. غريبة الأمر أن الجني خرج الجني صراخ بخرج والرجل ماسكه من كتفه والثاني يلوح بيده إلى السماء. خرج الجني. لا إله إلا الله. عودت القراءة، حاولت بنتي إيش تشعري؟ قالت ولا أشعر بشيء. عرفت أن الموضوع فيه سر، هذا الرجل جاء معه سر. المهم تعرف فرحة الشفاء، خصوصا شفاء الولد. الذي حلق يا أخوان، انتبهوا على أولادكم، انتبهوا. الشباب هذه الأيام واقع في مؤامرة، في مخطط من الإنس والجن. لما صفى من هذا لا يصفون الآخر، كما قالت العرب الفطن يؤتى من مأمنه. يريد إنسان حذر، تعلم من المكان الذي يعوره. ما قدر لك امسك الضعفاء، النساء والبنات والأطفال، الله المستعان. فخرج الجني الحمد لله، خرجوا. قلنا له خلاص إن شاء الله بكرة جلسة تأكيد إنه خرج. لازم أنا عادة أعمل جني خرج لازم جلسة تأكيد، لأنهم يكذبوا أحيانا ويرجع، أحيانا يختفي. لا قلنا له جلسة تأكيد. ثاني يوم جاء بالقراءة، ثاني يوم جاء مع أبوها أمها. خالة هذا ما جاء الأب وقرانا عليها، وقلنا له خلاص الحمد لله الأمر انتهى. فين خالة؟ قال لي سافر. مان عليه الحمد لله سافر، ولأنه نزل مخصوص لما سمع أنها تعبانة. يا أخي بسألك سؤال، هذا الرجل له أعمال يعني معروف عندكم بعبادة؟ قال لي لا، رجل عامي بس ما يأذيش حد. بعدين قال لي إلا في أمر عنده. قلت ليش؟ قال هذا عنده معاش يستلمون من الدولة، هو عسكري وبنفس الوقت بنا. قال هذا عنده معاش، هذا المعاش يعني أصفاه للأيتام. عندنا بالمنطقة بيوت أيتام، هذا المال ما يأخذ منه شيء، المرتب ثاني يروح لبيوت الأيتام، هذا هو مصدر دخله البناء. أما الراتب قال لا يأخذ منه شيء. فقلنا الحمد لله، يعني رجل عنده بينه وبين الله شيء. يا أخوان هذا الأمر من بعد ذاك اليوم علمني أشياء كثيرة، بأني أولا لا أحكم على الناس بالمظاهر، مظاهر خداعة، فالمرء بعمله لا بمظهره. فكم ذوي مظهر طيب لكنه باطنا سيء للأسف. هذه حقيقة الكل، ولا أقول أن كل أصحاب اللحى والأعمام سيئين، لا حاشا، بل منهم من أعلم، يعني أعرفهم معرفة شخصية، يعني أناس أعتبرهم أولياء الله سبحانه وتعالى في الأرض، وناس يعني قريبون إلى الله، قربناهم بأشياء كثيرة والحمد لله. والمسألة مسألة عشرة، يعني مش مسألة يوم أو يومين. بس أنا قصدي أنا أحيانا يأتيك عامي مثل هذا الرجل، كان يصرخ يعني صراخ لدرجة أن صوته يعني كان يشترك مع المريضة بالصراخ. الآن أخرج بهذه ابنة أختي، يا رب أدعوك أنت. وخرج الجني، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سرائرنا ويجعلنا ممن دعا واستجيب له. قال عليه الصلاة والسلام: ورب أشعث أغبر إذا أقسم على الله لأبر. وهذا الرجل قد يكون يدخل في هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح سرائرنا ويصلح أعمالنا ظاهرة وباطنة. والسلام عليكم ورحمة الله.